السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علشان خاطر ما اطولش عليك لان انا عارف ان انت ما بتحبش المواضيع، احنا هنتكلم النهارده عن لغة الجافا سكريبت. والله لو كملت الفيديو من اول دقيقة لحد اخر دقيقة هخرجك عارف كل حاجة عن لغة الجافا سكريبت في مجال البنتريشن تيستينج. تخرج عارف كل حاجة عن لغة الجافا سكريبت. يلا بينا. بص يا سيدي، لو انت داخل مجال البنتريشن تيستينج وما تعرفش لغة الجافا سكريبت فاسمح لي اقول لك ان انت فعلا سايب كنز حرفيا، وديت مش مبالغة، لان معظم الثغرات الحديثة زي الدوم والاكس اس اس محتاجة ان انت تكون فاهم جافا سكريبت. فتعالى كده ناخدهم سبب وحاجة حاجة ونعرف كل حاجة عن لغة الجافا سكريبت واللي احنا محتاجينها. يلا بينا. سبب وهو احنا ليه اصلا بنستخدم لغة الجافا سكريبت في مجال البنتريشن تيستينج كده؟ عشان خاطر هي اللي بتتعامل مع الفرونت اند لوجس، الحاجات اللي انت بتشوفها كده من بره، هي اللي بتتعامل مع الدوم، بتتعامل مع الاي بي اي، هي اللي بتتعامل مع التوكنز، هي اللي بتتعامل مع الدوم. كل الحاجات ديت مين اللي بيتعامل معاها؟ سيادتك لغة جافا سكريبت. طيب النقطة التانية وهو نتعلم ايه بقى اصلا في لغة الجافا سكريبت. هقول لك هنا هنتعلم حاجات زي الفاريبل، فانكشن، اري، الحاجات الاساسية في لغة جافا سكريبت. هل محتاج اتعمق في لغة جافا سكريبت؟ مش محتاج تكون ديفلوبر جافا سكريبت، بس محتاج ان انت تشوف الكود كده، تفهم الداتا بتاعته وتعرف تتبع الكود مش اكتر. وبعض الحاجات ديت في لغة جافا سكريبت لازم تركز عليها علشان خاطر ثغرات زي الدوم والاكس اس اس والاتش تي ام ال برضو وثغرات كتير جدا. طيب لغة الجافا سكريبت بتساعدك ازاي ان انت تكتشف ثغرات؟ هقول لك ملفات الجافا سكريبت بتساعدك بان انت تطلع حاجات زي الاكسبورت والديباج، وكل الحاجات ديت بتساعدك ان انت تكتشف ثغرات. رابع حاجة بقى وهي ثغرات الدوم والاكس اس اس، ودوت كده مثال زي اللي انت شايفه قدامك بيبين الثغرات ديت. وطبعا في كده ادوات بتستخدمها مع لغة الجافا سكريبت، واللوحة اللي قدامك دي كده مفيش افضل من الادوات ديت تستخدمها مع لغة الجافا سكريبت. للجزء الخامس وهو جزء الرود ماب للغة الجافا سكريبت لمجال البنتست. بتبدأ معاك بالدوم والبروسر اي بي اي، وبعض الحاجات اللي انت شايفها طبعا محتاج تمشي بالظبط على الاربع خطوات دول. مهم جدا وانت بتتعلم ان انت تحل لابات كتير، لان الموضوع دوت هيساعدك. ولو تعرف تخش في مسابقات سي تي اف كمان يبقى احسن، ولو تعرف تجيب باك بوينتي من على موقع هاكر وان كمان يبقى احسن. وكل الحاجات دي هنتكلم عنها في فيديوهات تفصيلية يعني، ما تخافش. نوصل برضك للسؤال المهم اللي هلاقيه بيتكرر: هل محتاج اكون ان انا ديفلوبر جافا سكريبت؟ مش محتاج تكون ديفلوبر جافا سكريبت، محتاج بس ان انت تفهم الفلو، تفهم السنتكس، بس مش اكتر والله العظيم. فلو ناوي بقى ان انت كده تخش مجال البنتريشن تيستنج او الويب بن تيستنج، فلغة الجافا سكريبت بالذات هي مهارة اساسية مش رفاهية تحطها عندك كده في الدولاب جنب لغة البايثون. في حتة كده برضك ممكن نكون احنا يعني انت ما خدتش بالك كده منها، اللي هو انت ممكن تيجي تقول لي طب احنا ممكن جافا سكريبت تكون مهمة معايا في الدوم والاكس اس اس والاي بي اي. طيب اشمعنى الاي بي اي مهمة فيه برضك؟ هقول لك هنا بقى السؤال دوت اللي بيسأله اكيد واحد مش عارف يعني ايه اي بي اي. اي بي اي دوت يا سيدي هو اللي بيربط ما بين قاعدة البيانات اللي هي الباك اند والفرونت اند، الزراير اللي انت بتكون شايفها فوق. فبالتالي لو حد دخل لعب في الاي بي اي فهو كده بيلعب ما بين الاتنين، فبالتالي يقفل عليك الموقع، يخش يعمل بقى اللي هو عايزه. فهنا الاي بي اي مهم، وهنا لغة الجافا سكريبت هي اللي بتتعامل مع الاي بي اي. فعشان خاطر تعرف تتعامل مع الاي بي اي وتعرف تحمي الاي بي اي محتاج تكون فاهم لغة جافا سكريبت. تمام كده يا معلم؟ وبس كده، دوت كان فيديو النهارده. منتظر قريب ان شاء الله باذن الله، بس ما وعدكش بقى الفيديو الجاي خريطه كامله لمجال البنتريشن تيستنج من الالف للياء، من اول ما تبدا تقول بسم الله الرحمن الرحيم لحد اخر حاجه خالص لما انا اسلمك لاول وظيفه. تمام؟ يلا سلام. مظبوط والله. مظبوط. مظبوط. تمام.